عاجل ورسميا. هقول لك كل التفاصيل بتاع محامي نادي الهلال بيدرو اللي هيقدم شكوى رسميه وعاجله في فيفا ضد مين؟ ضد رئيس لجنه الانضباط المتعنت امام الهلال السوداني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فجر لايكات، عايز الفيديو ده يوصل ل 5000 لايك، اعمل شير في كل مكان، اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات اللي بننزلها لاخواتنا الهلال السوداني. طيب، اوضح محامي نادي الهلال، بالمناسبه الناس اللي بتتابعنا على الفيسبوك انزل اكتب في اليوتيوب الهلال السوداني مصطفى جابر، هيجي لك قناه اليوتيوب اللي فيها بقى كل الحلقات الكامله مش المختصره هنا على الفيس. اوضح محامي نادي الهلال بيدرو انه قد صدر اليوم قرارا من نائب رئيس دايره التحكيم الاستئنافي في محكمه التحكيم الرياضيه في القضيه رقم كذا بين نادي الهلال والاتحاد الافريقي لكره القدم ونهضه بركان واللاعب حمزه المساوي، قضي برفض طلب النادي لاتخاذ تدابير مؤقته. وبيرى بيدرو ان هذا القرار يعد خطوه اجرائيه اوليه ولا يمس موضوع الاستئناف من حيث الجوهر، ولا تزال اجراءات التحكيم مستمره بشكل كامل. وذكر بيدرو ان الهلال تقدم باستئناف الى محكمه التحكيم الرياضيه بعد ان تم السماح للاعب حمزه المساوي بالمشاركه في مباراتي ربع النهائي رغم كونه خاضعا لايقاف مؤقت صادر عن لجنه الانضباط التابعه للكاف نفسها. نكمل. وقد تم رفع الايقاف عنه في منتصف ليل يوم 14 مارس 2026 قبل ساعات قليله من انطلاق المباراه دون اي اساس قانوني، وحط تحتها 77 خط، ودون تقديم اسباب، وحط تحتها 77 خط، ودون اختار نادي الهلال، ولم يتم استيفاء اي شرط من الشروط المنصوص عليها في لوائح مكافحه المنشطات الخاصه بالاتحاد الدولي لكره القدم لعام 2021، وحط تحتها 77 خط. وعليه فإن هذا القرار يعد غير قانوني. ووصل بيدرو ما يتلاحظ من إجراءات الانضباط داخل الكاف كان مثيرا للقلق بنفس القدر، فقد تم إخراج الممثلين القانونيين لنادي الهلال بالقوة من جلسة الاستماع بالقوة، وحط تحتها برضه 77 خط. الحاجات دي لازم نستند ليها ولازم نوصلها للفيفا. كما طلب من النادي استبدال فريقه القانوني او مواجهه الاستبعاد، لم يكن حق الدفاع مقيدا فحسب بل تم الغائه بالكامل. يؤكد بيدرو ان الهلال بذل كل ما في وسعه لحمايه نزاهه المنافسه قبل مباراه ذهاب نصف النهائي اللي اقيمت اليوم بين نهضه بركان وبين الجيش الملكي. وقد تقدم النادي باستئنافه امام محكمه التحكيم الرياضيه وطلب اتخاذ تدابير مؤقته تحديدا لمنع استمرار نتيجه مشبوهه بالشبهات في التقدم داخل البطوله، الا ان هذا الطلب تم رفضه للاسف. كما يعلن بيدرو انه سيتقدم خلال الاسبوع المقبل بشكوى رسميه، ما اعرفش ليه الاسبوع المقبل بس ماشي، ضد رئيس لجنه الانضباط في كاف امام الجهات المختصه في كل من كاف وفيفا، وذلك على خلفيه القرار غير القانوني برفع الايقاف المؤقت ليله 14 مارس 2026 وكذلك سلوكه خلال كامل اجراءات الانضباط. يشدد بيدرو على انه لن يتوقف في القضيه. فكره القدم الافريقيه تستحق مؤسسات تطبق قوانينها بثبات وشفافيه وبما يضمن احترام جميع الاطراف، ويؤكد النادي الهلال التزامه الكامل بهذه القضيه. احنا ليه بنتضامن مع القضيه؟ حد يقول لي انت مصري او انت زملكاوي او انت مش سوداني او انت مش هلالابي، هقول له ماشي، ما عنديش مشكله، كلامك على راسي، بس هو مش ممكن نادي الزمالك يقع في الموقف ده؟ هو مش ممكن نادي الزمالك يتحط في نفس الموقف ده ويبقى محتاج مسانده من الجميع؟ هتلاقي الهلالابي اول ناس بتقف معانا، هتلاقي جمهور الهلال السوداني في ظهرنا مش هيسكت، فاحنا كمان لازم نكون في ظهره، وكل الانديه لازم تكون في ظهره، لان انت وارد ان انت تقع في اي سنه من السنوات في نفس القصه دي ومش هتعرف تطلع بحاجه لو ما ضغطتش وهم ضغطوا معاك وصوتنا وصل. السلام عليكم.